وصفتنا بقى النهارده سهله واقتصاديه ومش هتاخد مننا وقت خالص، يعني من غير لحمه وفراخ. وهقول لكم كمان وصفه حلوه قوي للشوربه. لو ما عندناش شوربه هجيب ميه مغليه واحط فيها طماطميه وجزرايه، وبعد كده احط بصل، وبعد كده انزل بقى البهارات بتاعه الشوربه اللي احنا بنحطها، فلفل اسود ورشه من الورق اللورا وحبهان البودر ومكعبين من المرقه ومعلقه من بهارات اللحمه. وبعد كده بقى خلاص اقلبهم بقى واسيبهم بقى على النار لحد ما الخضار ده بقى يستوي بقى معايا في الشوربه. جبت حله حطيت فيها زبده، بعد كده نزلت البصل، اول ما ياخد لون معايا كده هنزل الطماطم انا عصراها ومصفياها، وهنا 4 فصوص من الثوم. وبعد كده هحط رشه من الفلفل الاسود ومكعب من المرقه. وبعد كده هقوم حاطه معلقه من صلصه الطماطم عشان يديني اللون الاحمر. وبعد اما الصلصه تتسبك بقى معايا خلاص، انا هنا هقوم جايبه الفاصوليا اللي انا سلقاها وانزلها بقى في الصلصه اللي انا عملتها، وافضل اقلب بقى لحد اما الفاصوليا تدخل مع الصلصه كده خلاص. بعد كده الشوربه اللي انا عملتها خلاص، بصوا بقت جاهزه ازاي ولونها بقى عامل ازاي. هحطها بقى في الفاصوليا وافضل بقى اقلب واشوف الكميه بتاعه الشوربه كويسه ولا لا. كل ما الاقي ان هي محتاجه ازود معلقه، يعني مثلا شويه من الشوربه كمان بس. وبعد كده اولع عليها بقى واسيبها لحد ما تستوي بقى خلاص. هنا بقى الرز انا حطيت حله حطيت فيها شويه زبده ونزلت شويه من الرز مثلا 3 معالق كده. واول بقى اما هفضل اقلب لحد ما الرز يتحمر معايا. اول بقى ما لونه يتحمر كده معايا هقوم منزله باقي الرز. انا حطيت كوبايه من الرز. وبعد كده هنزل بقى الشوربه اللي انا عملتها واسيبها بقى لحد ما الرز يغلي ويشرب الميه بتاعته. بعد كده اغطي عليه، وبعد كده اول بقى ما يستوي بقى معايا هقوم مطلعاه في الطبق مع شويه الفاصوليا وبس كده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب.